يقول الكثيرون أن الشر كما الخير فطري في الإنسان، لكن هناك بعض الأشخاص الذي تفوق الشر فيهم، فامتدت جذوره إلى عمق الروح منذ الصغر. كلنا نعلم كم الشرور التي ارتكبها آدولف هتلر ضد البشرية لمدة تفوق 10 سنين منذ ظهور الحزب النازي، لكن كان لا بد لصافرة بداية من إعلان انطلاق هذا الشر الخام، فكان موت جيلي راوبال نقطة الماء التي سقط بذرة الوحشية ليتحول بعدها هتلر نهائياً إلى الشيطان. ولد آدولف هتلر سنة 1889. والده هما ألويس هتلر وكلارا هتلر، والكثير من المؤرخين يؤكدون أن والده هو عم أو خال أمه أو خال والدها على أقل تقدير، وهو الأمر المحرم في كل الشرائع الدينية. لذلك يعتقد البعض أن هذه العلاقة المحرمة كانت السبب في المشاكل النفسية والعقلية في شخصية آدولف هتلر، والذي كانت له أخت واحدة شقيقة اسمها باولا، فالإخوة الآخرون قد توفوا بأكملهم قبل سن البلوغ. ولكن كان ألويس الأب متزوجا من سيدتين قبل كلارا، وله ابن وابنة هما ألويس الابن وأنجيلا. لم تكن علاقة آدولف هتلر جيدة بأخويه غير الشقيقين اللذان كانا يكبرانه سناً، ولذلك بعد وفاة والده ووالدته فقد افترقوا تماماً، ولم يعد لأي منهم علاقة بالآخر. تزوجت أنجيلا من ليو راوبال في سنة 1903، وأنجبت ابناً هو ليو الابن، وابنتان هما جيلي وألفريدي. بعد الحرب العالمية الأولى حاول آدولف لسبب من الأسباب إحياء صلة الرحم مع أخته، وذلك ما كان فعلا، فقد زارها في فيينا. كانت الحياة قاسية على أنجيلا وأبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها سنة 1910، ولم يعرف أبدا كيف استطاعت النجاة من الحرب العالمية الأولى بدون أي موارد. بعد الانقلاب الفاشل الذي يسمى انقلاب بير هول، والذي قام به آدولف هتلر لإزاحة حكام الجمهورية البافارية، انتقلت أنجيلا رفقة أبنائها للعيش مع هتلر، ويقول المؤرخون أنه هو من طلب منها ذلك. في سنة 1925 أصبحت أنجيلا مدبرة منزل هتلر ومساعدة له في بعض أعماله، ولكن هتلر كانت له نوايا أخرى. عندما جاءت جيلي ابنة أنجيلا رفقة أمها للعيش مع خالها، كانت تبلغ 13 من العمر، أما آدولف آنذاك فقد كان يبلغ 32 سنة. سرعان ما توطدت علاقة الخال مع ابنة أخته، وأصبح وصيا ووليا عليها، فهو من يوفر المال للعائلة بعد انضمامه للحزب النازي وتدرجه في السلطة. وفي سنة 1927 أرادت جيلي الانضمام لجامعة الطب لودفينغ ماكسيميليان في ميونخ، فانتقلت إلى شقة هتلر آنذاك، وتزامنا مع ذلك ارتبطت بعلاقة عاطفية مع إيميل موريس، وهو السائق الشخصي لخالها. عندما علمت الصحف الألمانية بالخبر، انتشرت الشائعات والأقاويل حول ابنة أخت الزعيم وعلاقاتها العاطفية، فطردت من الخدمة الشخصية. لكن ذلك لم يكن أسوأ ما حصل لجيلي، فبعد معرفة خالها بالأمر أصبحت راوبال سجينة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد كانت تخرج بحراسة وتلتقي بصديقاتها بحراسة، وحتى في البيت لم تكن تجد حريتها، فكل تصرفاتها مراقبة. وهذه الحراسة والمراقبة قد وضعت من طرف آدولف هتلر نفسه، وقد يخيل للبعض أن ذلك بسبب خوف الخال على ابنة أخته، أو على أقل تقدير على سمعة بيته، ولكن الأمر كان أخطر من ذلك.
فلقد كان الخال مفتونا بابنة أخته بأكثر الطرق رعبا وقذارة. ولا بد أن زنا المحارم كان شيئا متأصلا في عائلة هتلر. بعد والده ووالدته أراد هتلر أن يعيد إحياء التاريخ من جديد. لمعرفة أصل الافتتان فيجب علينا تحليل شخصية أدولف هتلر أولا، وهو شيء يصعب فعله نظرا لأنها شخصية أقل ما يقال عنها أنها معقدة. فلا بد أنه قد مر بأزمات كثيرة في صغره، فبداية من قسوة والده اتجاهه واتجاه أمه، مرورا بالحرمان والفقر اللذان نخرا جسده المريض، وانتهاء بمآسي الحرب العالمية الأولى. لا بد أن يكون عقل ونفسية أدولف هتلر قد أصيبا بخلل بالغ إثر هذه الظروف، لكن لا بد أن هناك أسبابا أخرى خفية جعلته مجنونا ومحبا للاضطهاد والقسوة وحتى الشذوذ. فمن يفتن بابنة أخته الطفلة ليس فقط مختلا أو مريضا، بل إنه مجرم أيضا، ولا يخفى إجرامه على أحد من خلال تاريخه الدموي. لا نعلم متى بدأت ممارسات الخال الشاذة مع ابنة أخته، ولا نعلم يقينا إن كانت قد وصلت إلى ممارسات جنسية كاملة، أو فقط هي مجرد خيالات رجل مريض بجسد فتاة مراهقة. شدد أدولف هتلر الخناق على ابنة أخته، فأصبحت ممنوعة حتى من ممارسة هواياتها. ويقال أن رغم السجن المزري مع خال مريض، فقد كانت جيلي متمردة بشدة، وكانت لها علاقات متعددة ربما قد أسفرت عن حمل رغم عدم وجود أدلة كافية عن ذلك. بعد سنوات اكتفت جيلي من حياة السجن التي فرضها عليها أدولف هتلر، لذلك قررت الهرب إلى فيينا، وأقنعت العائلة بأنها تريد أن تحترف الغناء. لكن حسب مذكرات والدتها فإن جيلي كانت على علاقة رجل من لينز، وأرادت الهرب من رقابة خالها للزواج به. في 18 من سبتمبر سنة 1931 استيقظت ألمانيا على خبر انتحار جيلي راوبال بعدما صوبت المسدس الخاص بخالها على بطنها، فأصابها عيار ناري واخترق رئتها، ما أدى إلى الوفاة. ومنذ ذلك الحين والفرضيات تتكاثر حول مقتل جيلي راوبال. فالفرضية الأولى يتبناها كاره الفوهرر ومعارضوه الأكثر تحيزاً، وهي أن أدولف هتلر قد اعتاد على ممارسات مخلة مع ابنة أخيه رغماً عنها. وعندما بدأ تدرجه في الحزب ووصوله إلى السلطة، وبعد أن استنفذت الفتاة كل قدراتها على التحمل، هددت خالها بفضح قذارته أمام ألمانيا بأكملها. وكان ذلك الوقت بالنسبة له وقتا قاتلا، فلقد كانت الانتخابات على الأبواب، والحزب أصبح مؤهلا وعلى أعتاب السلطة. ومن شأن فضيحة كتلك أن تعيد هتلر والنازية إلى هامش الحياة السياسية. لذلك فقد قتلها أدولف بيديه وبمسدسه الخاص، وصور الأمر على أنه انتحار. والفرضية الثانية والتي تبقى على نفس درجة البشاعة، وهي أن جيلي أرادت الهرب من أدولف، وأنه لم يرد تركها تذهب من بين يديه، فقتلها أو على الأقل تشاجر معها، وفي خضم المعركة انفلتت الطلقة من المسدس. أما الفرضية الثالثة والتي يتبناها الكثير من المحللين لتاريخ ألمانيا والنازية، فهي أن جيلي كانت حاملا بطفل من شخص يهودي يعمل كمدرس للرسم، وأن خالها وبسبب كرهه المميت لليهود حتى قبل بدء الهولوكوست قد قتلها سريعا قبل أن توسخ عائلة هتلر بطفلها اليهودي. والجدير بالذكر أن هتلر نفسه كانت له أصول يهودية، وذلك من خلال أم والده التي كان الكثيرون يقولون أنها كانت يهودية، ولكن هتلر كان ينفي ذلك بشدة وباستماتة. أما الفرضيات الأقل جموحا، فكانت أن مكتب الحزب النازي قد تكلف بمهمة القتل بعد أن علموا بافتتان هتلر الشديد بابنة أخته،
وخوفا على مستقبل وسمعة الحزب، فقد تمت تصفية جيلي على يد قائد وحدات SS هاينريتش هيملر. يمكن أن تكون جيلي قد انتحرت فعلا، سواء بسبب ممارسات خالها الشاذة أو فقط لأنها ضاقت ذرعا من السجن الذي كانت تعيش به. العديد من الشائعات والأقاويل والشهادات قد تناولت علاقة جيلي مع خالها، والبعض من هذه الشهادات كانت على لسان أقرب المقربين لهتلر، ومن بينهم إرنست هانفنشتاينغل الذي كان سكرتير هتلر للدعاية الخارجية، وقد أدلى بتفاصيل عن أن هتلر بنفسه قد قتل جيلي بسبب حملها من شخص يهودي، كما أنه قد أقسم على أنه علم بالقصة من زوجة أخي آدولف نفسه. وروى هانفنشتاينغل عن قصص غريبة، وكيف أن هتلر لم يكن فقط مولعا بابنة أخته، بل كان أيضا مريضا بالشذوذ الجنسي، وكان محبا لممارسات غير طبيعية مع النساء. كما بين تفاصيل مثيرة عن حادثة ابتزاز تعرض لها آدولف بعد أن وقعت رسومات إباحية رسمها مصورا ابنة أخته جيلي في يد أحد الأشخاص، وكيف أنه دفع مبلغا كبيرا لاسترداد تلك الرسومات. والعديد من المحللين النفسيين يؤكدون خلل الشذوذ في شخصية هتلر، كما أكدت الممثلة ريناتي مولر هذا الأمر، واعترفت أنها وهتلر قد كانا على علاقة، وأنه كان مقززا وبغيضا. وأذكر هنا أن هذه الممثلة قد ماتت بطريقة بشعة، فقد ألقي بها من نافذة فندق سنة 1937، والأغلب أن البوليس السري الجستافو هو المسؤول عن مقتلها. كما أكد العديد من أقارب هتلر على أن جيلي كانت تكره خالها بشدة، وأنها كانت تدعوه بالوحش وتقول للناس: لن تصدقوا أبدا الأشياء التي يجعلني أقوم بها. عند وفاة جيلي استطاع هتلر أن يثبت عدم وجوده في ميونخ بسبب مخالفة لتجاوز السرعة المسموحة، وهو عائد من نورنبرغ بعد اجتماع عام للحزب. وأكد العاملون في المنزل أن آدولف هتلر وابنة أخته قد تشاجرا في اليوم السابق بسبب رفض هتلر السماح لجيلي بالذهاب إلى فيينا، لكنهم يؤكدون أيضا على أن قبل موت جيلي قد خرجت من غرفة خالها فزعة، وكأنها قد رأت شيئا أو شخصا مرعبا. بقيت أمها في منزل آدولف حتى مرور 3 سنين على موت ابنتها، وبعد ذلك انتقلت إلى بالساو وتزوجت هناك بالمهندس مارتن هايميتش، وانقطعت علاقتها نهائيا بهتلر. اعترف هتلر لاحقا أن جيلي هي المرأة الوحيدة التي أحب، وأنه لم يستطع نسيانها أبدا، ما يفسر الشائعات التي أثيرت حول الموضوع. وسواء إن كان هتلر قد قتلها بيديه أو انتحرت، فقد كان المسؤول المباشر على موتها. بعد رحيلها لم يستطع هتلر حضور جنازتها، وحافظ على غرفتها كما تركتها، بل قيل أنه كان يعانق صورها عند نومه. يؤكد العديد من المحللين على أن موت جيلي راوبال كان نقطة محورية في شخصية هتلر، فلقد سرع موتها من انهيار كل قيم الخير التي لربما كان يحملها، وأصبح هتلر مستعدا تماما لأن يكون ذلك الوحش الذي عرفته البشرية. ما رأيكم أعزائي المشاهدين؟ هل تتفقون مع هذا الرأي؟ هل تظنون أن موت أحدهم يمكن أن يحول شخصا إلى سفاح؟ أو أن الشيطان كان يقبع عميقا داخل روح هتلر وانتظر الفرصة المواتية التي أججها اكتساب السلطة والقوة؟ اكتبوا لي تعليقاتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.